طريق حبيبي بيوصل لي البدر لما اسمع اسمه ويمسح احزاني ويا بدر زرنا لا تبلغ سلامي يا رسول يشفع الامه. يا مساء الخيرات عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل واحسن حال. كل سنه وانتم طيبين، بجد وحشتوني وحشتوني وحشتيني قوي 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 بجد والله. ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. عايزه اقول لكم بقى النهارده الفيديو فيه فطارنا في رمضان، وفي نفس الوقت كان فيه الغرفه بتاعه الليفنج. انا ما عملتلهمش ما عملتلكوش يعني فيها جوله، فقلت ايه لا اوريكم برضو الغرفه بما انكم يعني حبايبي وكده. والمره اللي فاتت حد قال لي كنتي صوريها لنا وكده، بس بصراحه انتوا عارفين يعني الوقت بقى وكده، ما كانش في وقت ان انا احط الغرفه بتاعه الليفنج مع الفيديو اللي فات، فقلت اصورها لكم كده بسرعه واوريها لكم الفيديو متجمع كده على مرتين. وفطرنا بقى في رمضان، واجواء رمضانيه كده تحفه هتعجبكم قوي. استنوا كده هتتفرجوا عليها في الفيديو. بصوا بقى الحاجات دي كلها انا ما صورتهاش معاكم في المشتريات، لان دي حاجات عندي من سنين فاتت. عايزه اقول لكم بجد يعني دول يعتبروا جداد بتوع السنه اللي فاتت اللي انا بركبهم دلوقتي. القطيفة بقى اللي هو فيهم الفوانيس دول يعني في القلب كده، في القلب. بجد بحبهم قوي يا جماعة قوي. وولادي لما يبصوا لهم كده، ده غير بقى التابلو مش تابلو القماش يعني اللي انا حطاها على الحيطة. ولادي لما بيشوفوها يقولوا لي الله يا ماما احنا بنحب دي، ودي الوحيدة اللي بتحسسنا برمضان. عارفين بقى الكوشن اللي في ايدي دي؟ لا انا ولادي مش بيحسوا بيها في رمضان ولا اي حاجة. مجرد ما يشوفوا الكوشن اللي على الحيطة واللي هي الكوشن التانية اللي عليها الفوانيس والتمر والحاجات دي، هي دي الاحساس العالي بالنسبه لهم يعني. بصوا انا هنا بوطي من تحت الستاند بتاع التليفون، والله عذاب يا غاليه عذاب. وبوطي كده علشان خاطر اعدل الكوشن ده. كان يا دوبك انا من النوع يا بنات اللي بحب افرش قبل رمضان تقريبا بيوم او بيومين، غير كده مش بحس. واللي زي يقول لي لما بتفرشوا قبلها باسبوع، يعني عايزه اجرب ابقى افرش قبلها كده باسبوع واشوف ايه النظام، ايه هحس ولا مش هحس. انا كمان يعني كنت يعني كده تقريبا اللي هو قبل رمضان بيوم كنت فرشه، بس ما صورتش معاكم. وده طبعا الفانوس بتاع ابني لما صورته معاكم في المشتريات. وده كان عندي، انتوا عارفين الحاجات دي قديمه يعني مش جديده. والترابيزه دي قلت هاخدها بقى انتوا عارفين ان انا عندي اللي هي اللي هما الثلاثي، الترابيزات الثلاثيه دي، فقلت اخد منهم واحده كده استغلها. ايه رايكم بقى في الرانر ده؟ حطيته هنا بجد مع الخلفيه اللي مع التلفزيون وكده، بجد كانت حلوه قوي مع الاضاءه. حسيت ان الحروف كده والكلام العربي ده لا حلو لايق هنا. وهنا بقى كنت خلاص انا بقى مرضتش اعمل معاكم ولا روتين ولا اي حاجه ولا تنظيفات ولا حاجه، هو مجرد بس افرش الحاجه ولعت في نص رمضان. وحطيت بقى الترابيزه دي، قولوا لي مكانها حلو ولا لا. استنوا هقول لكم هعمل ايه دلوقتي، احط ايه عليها. حطيت الابيض ده هنا وحطيت الاسود بتاع ابني ده هنا. بصراحه حبيته قوي قوي قوي، وقلت لا انا عايزاك تتحط كده قدامي كده. عايزاك تنور لي كده ايامي. عايزه اقول لكم وحطيت اليقطين، اليقطينه اللي انا محتاسه بيها في كل حته. ودي بقى بصوا ملمسها اللي هو بحط ايدي يعني عشان افكر نفسي ان دي، اقول لكم ان دي بجد ملمسها قطيفه، مش اللي هي القماش اللي هو كله بيجيبه دلوقتي وبالمتر والكوش. لا لا لا، انا شارياها يا بنات من المنشيه كده عادي. مرة جبت الرانر، مرة جبت الكوشن، وده كان من حوالي 3 سنين فاتوا ايام ما كانت الحاجات القطيفة دي منتشرة. قولوا لي بقى ايه رأيكم؟ بجد والله يخطف القلب. هي حاجات بسيطة يعني مش مقفورة قوي. والرانر ده كان عندي على حظي بقى، جيت اولع الحجر ده لقيته ما فيهوش اصلا حجر، تقريبا هم بدلوا في الفوانيس بتاعتهم. فانا قلت بقى مش مهم احط لكم كده وخلاص. وحطيت السبحه الخضره دي، قلت تنور كده وتدي اضاءه كده وشكل حلو كده. بقى انا كنت مطفيه النور، وبصراحة المنظر كان يخطف القلب كده. اللي هو انا حطيت كلمة نسيت اصورها معاكم رمضان كريم، بصراحة اتشعلقت كده وقعدت احطها
بصوا معلش ابني بيتكلم بقى، ما هو اصل احنا في رمضان منطلقين كده، احنا منتشرين في البيت. فحطيت كلمة رمضان كريم كده فوق الشاشة. كانوا بيقولوا لي حطيها يا ماما عند باب الشقة. قلت طب وليه يعني، هو باب الشقة احسن مني، انا عيني بتبقى شايفة الحتة دي كده، فقلت ايه هي لونها ابيض كده وشيك قوي، فقلت احطها. وهنا بقى رحت بعيد كده شوية عند السفرة. طبعا اللي ما شافش الجولة بتاعة السفرة والانتريه في الفيديو اللي فات يا بنات لو عايزين تشوفوه. وهنا غرفة الليفن، بصوا بقى من بعيد بس ايه، انا التليفون بتاعي بعافية كده شوية تمام. فتعالوا بقى ايه، قولوا لي بقى كده الاول ايه رأيكم، ويا رب يا رب يكون عجبكم. أنا عارفة ان انا متأخرة بس معلش بقى ايه يا بنات، والله الظروف والدنيا. هنا بقى ايه بنحضر لايه، وهنا بقى دخلنا علشان خاطر ده يوم تاني خالص. وكنت ممكن اقول لكم بقى انا غيرت وعملت، لا لا لا، ده يوم تاني خالص، وخلينا صراحة كده مع بعض. ده كان الروتين وكده في يوم. وهنا دخلت بقى على الاكل. طبعا انا كنت حضرت كل حاجة كل حاجة. دخلنا بقى على ورق العنب. وطبعا انا كنت محضره بقى كل الحاجه بالليل، بس بصراحه ما لفتوش خلاص، اللي هو انا كنت مش قادره بقى، فصلت يعني فاهمين. فده كده كان يعتبر تاني يوم. دخلت بقى كل اللي عايز بقى الورق العنب اللي بالصوص الحلو، وازاي بيبقى فيه الميه بتاعته وبتسقيه بايه، كل الحاجات موجوده. ما تجروش بقى الفيديو عشان ما ترجعوش ايه تسالوني تاني، عشان أنا قبل كده اتسالت عليه كتير قوي وكان عاجبكم الحمد لله. فالمرة دي بقى ايه، هو ده اللي انا بعمله. وعلى فكرة مش شرط كمان احط من تحت رقات البصل والطماطم، انا قلت بس كده تفاريح تفاريح كده. تفاريح بقى، وكل سنة وانتم طيبين. بس انا اصلا ولا بحط له بصل من تحت ولا بحط له طماطم، هو مش ده يعني الفكرة فيه خالص. المهم كان عندي بقى ورق عنب كنت مخزناه. وبصوا بقى دي مكة وهي عمالة تلف معايا، هي بصوا هتشوفوها دلوقتي بتلف صوابع كفتة كفتة. انا بصراحه قلت اسيبها يا بنات عادي، يعني عادي، هي بتعمله مره تخين مره رفيع، لازم تطلع متعلمه. وهي من النوع اللي اصلا ما بتحبش حد يغصبها على حاجه. لما اجي اقول لها روقي معايا اعملي معايا بتفضل اوف اوف طول اليوم وهي اوف. ده بقى الحاجه الوحيده اللي هي بتعملها بمزاجها. ولفيت بقى كده المهم تمام. وعايزه اقول لكم ورق العنب اللي كان عندي ده كان متخزن، وانا اشتريت ربع عليه. والربع كان بكام، كان ب50 جنيه. فقلت ايه خلاص اعمل ربع بس، ما رضيتش بقى اجيب ايه نص بقى وكده. قلت واطلع ايه من اللي عندي. ليه طلعت قصدي ليه اشتريت. بصراحه الطازه بيبقى احلى بكتير بكتير، وبيبقى لونه فاتح يعني. حتى هتلاقوا الورقه كده، في ورقه فاتحه وفي ورقه بصوا صبع كفته، كفته بتلف كفته. عايزه اقول لكم احنا الكاميرا شغاله وعمالين نلوك انا وهي، بس طبعا عشان انا مسرعه المقطع، فهتلاقي صوتنا طالع عامل شبه الاراجوز كده. انتوا فاهمين. فعماله ايه اقول لها لا، يعني عماله اتامر عليه لا كده يا لهوي على الرز اللي بتحطه. بس في الاخر، وكل ما تلاقي ورقه مفروده افردها انا، تروح جايه خطفها مني تقولي هاتيها دي، تلاقي ورقه مقطوعه تروح رميها لي. هي من النوع اللي بتحب تعمل بمزاجها، مش ان هي اقول لها تعالي اعملي معايا. ولما حاجه تعجبني هي عاملاها واعتمد عليها فيها، تقولي لا هو انت عشان لقيتيني بعرف اعملها كل شويه بقى هتزهقيني. والله زي ما بقول لكم كده. المهم بقى ايه، فضلنا نلف كده. وكل سنه بقى وانتوا طيبين. عايزاكم تقولوا لي بقى فطرتوا ايه كده في ايام رمضان، عشان اغش منكم. انا غش منكم وانتوا غش مني. طبعا ايه معروفه يعني المحشي ده ايه في اوائل الايام، سواء بقى فطرتوا عند حد او هتفطروا في بيتكم، لازم المحشي يا هنا يا هنا. انا في الوقت ده يا بنات كنت حاطه بصراحه احنا ملناش في البط خالص. وبعدين احنا عشان عيله صغيره كده، فاللي هو ايه لا البط بيبقى مش عارفه يعني. جوزي بيقول لي زفر، انا عن نفسي عادي الحمد لله من الناس اللي بتاكل اي حاجه، ولا بقول زفر ولا اي حاجه. فالمهم ايه قلنا نغير كده بدل البطه، فروحنا جايبين أرنوب كده. ومش عارفة بصراحة هو أصلا ولا بفهم في الأرنب، ولا أعرف مين فيه حلو ولا مين فيه وحش. هو إيه الراجل اداني واحد كده لونه أسود. قلت له لا بلاش والنبي اللون ده. قال لي انت بتنقي بالالوان. قلت له هات لي واحد الفرو بتاعه ابيض. قال لي الفرو ما بيتاكلش. قلت له ما انا عارفه. بس انا اقول قصدي يعني اللي هو شكلا شكلا فاهمين. فالمهم ايه في الوقت ده كنت حاطه الارنب بقى في الحله وكده.
وسلقته كده، وبعدين قلت ايه علشان على بال ما يتسلق اخد منه المرقه. بصوا في ثانيه في ثانيه الا ثانيه خلصنا. وطبعا رصيت ورق العنب كده ليه، هتعرفوا دلوقتي. انا عملت كده يعتبر، ده هي علشان السولديرة الصينية دي يعني كبيرة تمام. فانا لفتها كده داير ما يدور، ولسه هحط برضو ايه في يعني في النص حاجات تانية، فاهمين قصدي؟ علشان خاطر انا بحب يبقى ورق العنب يا بنات يكون فيه زي مرقة. يعني انا بحب المرقة بتاعته مش كتير لا، بس انا يعني مش عارفة اقول لكم ايه، بس احنا بنحبه مش ناشف. فاهمين قصدي؟ اللي زي بقى يقول لي احنا بتحبوه ازاي وانهي طعم بيبقى احلى بالنسبه لكم، بس احنا بصراحه اتعودنا على ان هو يكون فيه مرقه كده. فضلت بقى ايه، بصوا دي ايدي، يعني دي كده في الاول كانت ايدي وايد ملك. ده الباقي من الرز الباقي. هنا برضو حشيت الكوسه، بس بصراحه ما حشيتهاش بقى معاكم. قلت عادي كوسه ونفس الخلطه. وحطيت برضو عليها المرقه. كان بقى خلاص زي ما قلت لكم كده اخدت شوربه من من الارنب. وعلى فكره الشوربه بتاعته خفيفه، مش دسمه ولا اي حاجه زي البط وكده. فاهمين طبعا البط حلو مش وحش وكل حاجه، بس يعني الدسم، قصدي الدسم بيكون اخف واقل بكتير. هنا بقى حطيت الفلفل، وبعد ما عملت كل ده رحت حطيت بقى المرقه بتاعتي. وشوفي بقى البهارات بتاعت المحشي اللي انتي بتحطيها. شوفي ايه البهارات اللي انتي بتحبي بقى تكتري في المرقه، ملح فلفل الاكل اسود، الجميل ده يا الحاجات ماما. العاديه عوايش. خالص كل تمام. سنة وانت طيب. وبالراحه كده ايوه. وفضلت اسقسق كده بالراحه بالراحه. في وغطيته رمضان سنه، بس ها. يعني بعد ما هحط تاخدش على المرقه كده. بتاعته كده هغطيه سنه يا دوبك يعني يغلي كده غلوتين. وكان عندي بطاطسايه. فانا اصلا عايزه اقول لكم محدش بياكل البطاطس اللي انا بهبرها كده بتبقى تحفه والله. وساعات بعمل طماطم بس علشان ورق العنب هياخد وقت كتير في التسويه. فقلت لا الطماطم هتتهرى وكده، فخليني في البطاطسيه. وحطيتها برضو بعد فتره طويله علشان خاطر ما تتهراش ويبقى مش نفس السوا بتاعهم يعني. هنا بقى كان عندي العلبه بتاعه التمر دي كانت خلاص فديت يعني. مسكت بقى انا البلح يا بنات، وطلعت منه كل النوى اللي فيه. دي كانت مهمة مين؟ مهمة مكة هنا. قلت لها خدي بقى قالت لي طب هاتي ايد الهون. قلت لها ايد هون ده طري فهي متعودة على التاني اللي هو بدش كده وبتعملهولي بقى. فلا المرة دي ده كان طري. فالمهم العلبة كانت فديت يعني. فقلت غسلتها ورحت حاطه فيها الخشاف بقى. عايزه بقى الناس اللي بره كده تقول لي، يعني بره مصر تقولوا لي بقى انتوا الخشاف بتاعكم او بتاكلوا ساعه الفطار. بجد انا ما اعرفش، في ناس بتاكل التمر باللبن، وفي ناس بتحط اللي انا بقطعه ده اللي هو معروف المشمش والتين والقراصيا. وده كان كيس عندي باقي من السنه اللي فاتت، كان فيه زبيب اصفر على زبيب احمر، فقعدت انقي الاحمر كده شكل ما تدقوش عليا. كيس كده من اقول لكم مش من السنه اللي فاتت، اللي هو عارفين كل سنه بقى حبه زبيب احطهم في الكيس ده. كان فتح الله زمان بيدينا اكياس كده اكياس بالتناس كده حلو دلوقتي لا. فالمهم بقى حطيت بقى كده، وحطيت له الميه بتاعته وكده، وحطيت له السكر وكده. يعتبر انا القراصية اللي انا كنت جايباها دي كانت مخليه يا بنات. عايزه اقول لكم بتبقى هي لما تيجي توزنيها بيبقى يا دوبك نفس السعر والله. التانية علشان بتبقى ببذر، فاهمين قصدي؟ وانا بقى ليه حطيته في العلبه دي عشان خاطر لما هقفل عليه دلوقتي بالغطا واسيبه في التلاجة ما يلقطش مني بقى روايح. يعني فاهمين؟ انتوا عارفين رمضان وعارفين بواقي اكل رمضان انتوا فاهمين؟ فاللي هو في ثانيه كده اي حاجه بتلقط كده من بعضها. فانا قلت احطه في العلبه دي. جت الفكره كده لما فاضت يعني قدامي، فقلت احطه في العلبه دي واغطي عليه. عايزه اقول لكم طلع طعمه خروشي يا خروشي، كان طعمه سكر والله. وقلبت بقى كده فيه ورحت مغطياه تاني. وعايزه اقول لكم يعني في نفس الوقت انا حاسه بامان، لان ساعه الفطار اقول لاولادي هاتوا الشفشق بتاع البلح بيبقى مش فيه غطا، الاقي اللي اتدلق واللي اتخبط واللي وقع، فاهمين؟ فدي لا، توديها يمين توديها شمال محكمه يعني، هي حلوه. شويه بقى
طبعا ايه انا قعدت طبعا فتره طويله بحوالي ساعتين كده، وفجاه لقيت ايه قالوا لي ماما ده خلاص القاهره هيأذن. فقلت بقى ايه احط الخشاف بتاعي. وطبعا الصينيه دي عندي من حوالي سنتين يا بنات، كانت نازله موضه وما زالت عايزه اقول لكم، بس هو حاليا اللي نازل دلوقتي اللي هو الخشب الساده. دي عندي بقى بمدفع رمضان كده وباللون ده. ودي الكوبايات اللي انا كنت مصوراها معاكم في الفيديو اللي قبل اللي فات بتاعه المشتريات بتاعه رمضان. عايزه اقول لكم الكوبايات طلعت تحفه. مش شرط على فكره يا بنات لازم تجيبوا كوبايات مكتوب عليها رمضان، كفايه حاجه يعني الصينيه عندي. انا قلت اجيب الكوبايات دي هتنفعني بقى شاي اي حاجه اي حاجه. بس هي بصراحه طالعه شكلها كيوت قوي كده وصغننه كده وحلو. وده ارنوب باشا عملناه. هو طالع مسخوط في نفسه كده، بس هو انتوا عشان عارفين بيبقى فيه 2 ورك كده مليانين واتنين رفيعين كده. كنت حمرته بقى وبص الكوسه يا اختي يا اختي عليا. والله البيت ماي هاوس دي سكر. حطيتولي اللايكات طيب، حطولي بقى كومنت كده حلو وقولوا لي بجد كده الاكل حلو ولا لا. وتسلم ايديك يا بت يا ماي هاوس انتي والله. بص الكوسه في القلب والله في القلب. الكوسه بجد حرفيا اديتها تشميعه كده حلوه. بصوا طلعت يعني بصراحة فيها صوص وكل بس انا كمان والله ما حطيتش بقى الصوص بتاعها، يعني انا كده حطيت الكوسة. بس عايزة اقول لكم يعني لو ما كانوش صايمين وكان لسه المدفع يعني ما اذنش، عايزة اقول لكم بيبقوا جنبي بياكلوا الرز اللي ساعات بيبقى طالع بره الكوسة، فاهمين قصدي؟ وانا كمان والله. بس انا بصراحه مش بحب بقى ايه خلاص اللي يتبقى هرجعه تاني الصينيه، بلمه بقى في علبه واحطه في التلاجة. لان انتوا عارفين الالومنيا ما ينفعش ان احنا يا بنات نسيب فيها حاجه يعني بايته او كده، فاهمين قصدي؟ فبحطه في علبه ولما اجي اسخن بقى اسخن في الميكرويف في الفرن واحط بقى حبه زبده كده وزيت ويخرجي عليا، بتبقى حلوه. ده طبعا عايزه اقول لكم الاكل ده كله كان يعني يتبقى منه، يعني الاكل ده يعني حاولوا على يا خروشي. ايه رايكم بقى؟ ايه ده؟ لا استنوا، ده المرقه تحت بقى عايزه اقول لكم واستوى ودايب دوب وباين، يعني انتوا فاهمين. في اللحظة دي بصراحة أنا ناديت على جوزي علشان خاطر بصوا شايفين المرقة بقى، أو بقرب بالستاند بتاعي المعوج ده أهو شايفين كله مرقة، يعني تشيلوا تحتيه تلاقوه كله بينزل كده بالصوص بتاعه تحفة تحفة، شايفين والله العظيم رهيب. فالمهم بقى ايه انا بنادي عليه عشان خاطر انا هنا بقى اللي هو ايه بقول له ممكن تدلقوا لي يعني وتحطوا لي قال لي مش حط بقى هينفع ده الصوص بتاعه يتدلق كده المية لان ايه بتاعته بعد ما تخلص. الصينيه اللي انا عامله فيها دي مش هتنزله بشكل ايه منتظم وكده. قلت له لا مش اشكال انا بس عايزاك تدلقوا لي. قال لي لا علشان الصوص هيطرطش وهنبهدل الدنيا. انا بصراحه كنت ممكن اعملها بس ايه هو ايده بيتحكم فيها اكتر مني. يعني أنا الله ممكن في ايدي لو البصل بقى اتلسعت اروح وايه. رميها لهم الصينيه رميها لهم الصينيه. فقلت الاضمن ليا انا دي تسلم هو ايده ولا ايدك؟ يحط لي. فراح قال لي طب بصي هاتي بقى ايه في النص كده ايوه اعمل خلي كده بالك بقى بالبتاع وخلاص. شقلطهم عايزه اقول دول لكم كان عشان فيهم بيطلع من تحت مرصوص يعني. بصل. طبعا احنا ما كناش كل ده، بس بصراحه كفايه كده والله ماما انا عاوز العظيم يا ناخد. ريتكم جنبي كده، والله ماشي العظيم كنت خلاص دوقتكم كفايه. اكلي. بس وحياه بص بقى ربنا طب بعمل والصوص ده حبه ورق عنب يخرش عليا صح يخرش كده شويه مش عليا. موجودين هم. بطبل لنفسي يا جماعه، بطبل لنفسي، هطبل لمين طيب؟ المهم حطيت بجد المرقه ماشي بتاعته بقى. يلا. يا بت انت يا سكرة خراشي عمالة اقول له حط انت المرقة. بتاخد من ايه يقول مع لي ايدك كده ماشي. تاني اه بصوا بس كويس شايفين اوي. بقى. عايزة اقول لكم بقى بصوا ورق العنب كان مزبت كده. وطبعا انتوا عارفين سلام الورقة عليا الفاتحة وورقة ربنا يطلع غامقة عشان طعمه حلو. خاطر ايه حبة انا كنت مخزناهم ان شاء الله. وحبة انا هاتي حبة جايباهم يعني بس. جداد وكده. بس ما كترتش بقى، ما كان ب50 بس جنيه كده يا يلا جماعة، اروح جماعة. اجيب نص ب100 جنيه وانا عندي. والله بص كده فقلت ايه مش عارفة. كفاية ربع. وهنا بقى ايه خلاص حطينا كده الكوسة والورق العنب والاكل. وطبعا كانوا ولادي هم والله هم اللي كانوا عاملين السمبوسك دي هم الاتنين. ويا رب كده يكون يومنا بجد عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين وفرحانين، وكل اللي في نفسه حاجة يا رب يا رب يحققها، ويا رب كده يديم عليكم نعمة الصحة والستر والرضا. بجد بجد الواحد فرحان قوي برمضان، وعماله اقول لنفسي يا رب كده ما يخلص، يا رب السنه كلها تكون رمضان. ده بقى الخروب كنت عاملاه. وعايزه اقول لكم بصوا انا ولا بحط عليه عسل اسود ولا اي حاجه، بيطلع لونه تحفه كده. زي ما انتم شايفين. لو عايزين في مره بصوا شايفين لونه، لو عايزين في مره ابقى اقول لكم طريقته بقوا اكتبوا لي وانا اقول لكم.
وهنا بقى كنا خلصنا، كان لسه خلاص رامز تقريبا بيخلص، وهنا اشوفكم على خير والفيديو الجاي، ومع السلامة.